مدشر الخزانة هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع إداريا لباب تازة وجغرافيا لإقليم شفشاون جهة طنجة تطوان الحسيمة. يتمتع مدشر الخزانة بمناظر طبيعية خلابة ومياه عذبة تجري طول السنة، به مدرسة للتعليم العتيق، وكذلك مستشفى ونادي لتعليم الحرف اليدوية للنسوة. هذا المدشر كان قديما يجتمع به أهل العلم، وقد سميت هذه القرية بهذا الاسم لأنها كانت تتوفر على خزانة بها مخطوطات ثمينة وكتب العلم والدين. حيث يوجد في هذه القرية دار الضيافة التي تعتبر دار الضيافة خزانة أحد أجمل دور الضيافة بالمغرب، حيث تتواجد على بعد 15 كيلومتر من مدينة شفشاون و75 كيلومتر من مدينة تطوان. تنتمي لجماعة باب تازة على جبل خزانة. تتميز المنطقة بطبيعتها الساحرة والغطاء النباتي الكثيف والمتنوع من أشجار البلوط الأخضر والزان والفلين وأنواع من الصنوبر والعرعار الجبلي، كما أن عيون المنطقة ووديانها تعطي لمسة عذبة للمنطقة. يرجع أصل تسمية الخزانة كذلك إلى مركزها الاستراتيجي وخاصة منابعها، إذ أن منطقة الخزانة تصب أوديتها في كل من حوض وادي لاو وحوض لوكس وواد ورغة الذي بدوره ينتمي إلى حوض سبو، هذا مع الإشارة إلى موقعها الذي يعد برجا للمراقبة شرقا إلى حدود الهضبة المطلة على مدينة تازة وفاس وتاونات وغربة، إلى الجبل التي يأوي مقبرة الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش عبر قبيلة بني حسان، وشرقا جبل تدغين كاعلى قمم الريف والمنتزه الوطني تلاس مطان.